تصرفاتك نتيجة أفكارك، فحاول إنك تغير تفكيرك لتفكير بناء علشان تساعد نفسك وتوفر ليها سبل السعادة وتحلى بالروح الإيجابية وتغير عواطفك. أي نعم، هو الأمر مش سهل، لكن بالسعي إنك تتغير فهتتغير وهتنجح وبسرعة إن شاء الله. وحط قاعدة كده في دماغك: كل ما تصرفت بسعادة هتكون سعيد، لأن تفكيرك الذهني ليه تأثير كبير على حياتك. علشان كده اعتمد على العقل كوسيلة علاجية. كن طيبا ومسالما، ما تحاولش انك تسعى للانتقام من حد اساء اليك في يوم من الايام، انت تجاهله بس وركز على حياتك العظيمة. انت لما بتساعد حد وتشوف الفرحة في عينيه ده بيسعد قلبك، وما تستناش شكر من حد، يكفيك الشعور اللي انت حسيته. ودايما بص للحياة بإيجابية، افتكر عطايا ربنا ليك بدل ما بتفتكر الحاجات اللي ناقصاك. دور على اللي بيميزك وكون انت مش حد تاني. ولو عايز تتفرج على الحلقة كاملة هتلاقوها على قناتي، هسيب لكم اللينك في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على الحبيب وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس.